بعد انطلاق قناة الشروق الجزائرية من جديد على النايل سات بعد تغيير الاس اي دي الخاص بالقناة، فكنت حابب اعمل معاكم فيديو على سبيل التوضيح والتأكيد، وزي ما احنا معودينكم على كل ما هو جديد. صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي، وفيديو النهارده للتوضيح بعد ما تم انطلاق قناة الشروق الجزائرية من جديد على النايل سات. كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح التردد بعد تغيير الاس اي دي الخاص بالقناة. ودايما بنذكر حضراتكم ان فيديوهاتنا عباره عن فيديوهات توضيحيه تعريفيه في كل ما هو جديد وحصري في عالم الترددات والقنوات، فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. وتم انطلاق القناه من جديد على نفس التردد اللي كانت موجوده عليه، وكان التردد 10922 فيرتيكال 27500، وما زالت القناه موجوده على نفس التردد ده بالاس اي دي القديم اللي موجود على القناه. وبعد ما تعمل عمليه البحث على التردد ده بتلاقيها في اخر القنوات الجهاز بنفس الاسم مع تغيير الاس اي دي الخاص بالقناه لتحسين جوده الصوت والصوره. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتاكيد، فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.